العربية اللي معانا النهاردة هي أجدد عربية مرسيدس تنزلها. العربية ديت نزلت عشان تحل محل عربيتين أوقفوا إنتاجهم، وبدأوا إنتاج العربية ديت سنة 2023. العربيتين اللي وقفوا إنتاجهم هما الإي كلاس كوبي بمختلف فئاتها زي الإي كوبي كونفرتبل، وعندنا السي كوبي والسي كوبي كونفرتبل. فالنهارده هنتكلم على العربية ديت من حيث كل تفاصيلها، من حيث الانتيريور والاكستيريور وتجربة القيادة والبرفورمانس، وهنقارنها بالاي كوبي والسي كوبي ونشوف هل كان اختيار صح ولا اختيار غلط من وجهة نظرنا. فأهلا بيكم في ريفلاين، أنا محمد الزيات، والنهارده هنريفيو السي ال اي 200 من مرسيدس. دلوقتي هنتكلم على البرفورمانس بتاع العربية، وهو متلخص في الموتور ده بيبقى انلاين 4 2000 سي سي توربو، بيخرج 204 هورس باور و320 نيوتن متر من العزم. كل ده متوصل على ناقل حركة فتيس 9 جي ترونيك، بيخلي العربية ده توصل من 0 ل 100 في 7.4 ثانية. والعربية ديت رير ويل درايف، يعني دفع خلفي، بينزل في تريمز اعلى اللي هي سي ال اي 300. ساعتها بتقدر انك انت تجيب العربيه فورماتيك او دفع رباعي. نبدا بالاكستيريور والفرونت بروفايل اللي عندنا. اول حاجه وهي الهيد لايتس او الفوانيس الاماميه اللي هي هاي برفورمانس ليد، طبعا فيها تفاصيل كتير قوي وشكلها لذيذ جدا ومعموله على كذا مرحله، فشكلها يخطف العين. وعندنا الجريل اللي موجود فيها باترن علامه مرسيدس متكرر اكتر من مره. وعندنا اللوجو اللي موجود في النص بتاع مرسيدس، الامبلم الكبير اللي هم مشهورين بيه، والعلامه اللي بتبقى موجوده فوق شكلها شيك جدا. عندنا فرونت ليب بالجلوس بلاك شكلها شيك، وفتحات للتهويه، طبعا كل الفتحات فيك ما عدا الفتحه اللي هنا عشان تهوي على الكاوتش والفرامل. ولو بصينا على الكبوت هنلاقي فيه تضليعات هنقدر نشوفها من السايد بروفايل اكتر. التضليعات ديت بتساعد على الايروداينامكس وبتدي العربيه شكل اجريسيف قوي، وانت قاعد ورا الكبوت او انت سايق بتبقى شايف قد ايه العربيه شكلها هجومي من قدام. ودلوقتي هنخش على السايد بروفايل، ودي فعلا ممكن تاخد اللقب من الاي كلاس الكوبي ان هي جنتلمانز كوب. هي شكلها خرافي وسليك من الجنب، وممكن اشبهها بعربيه تاني نفس اللي انا بعمله. انا بشبه بعربيات غاليه قوي دايما، هي شبه الرولز رويس الدون الدروب هيد اللي هي بتبقى كونفرتبل والسقف بتاعها بينزل، تبقى سليك قوي وتحس ان العربيه طويله زي اليخت. نبدا باول كام تفصيله في السايد بروفايل، وهو الدومز او الكيرفز اللي موجوده على الكابوت اللي اتكلمنا عليها في الفرونت بروفايل، قد ايه اجريسيف ومضلعه، وطبعا ده بيساعد في الايروداينامكس. عندنا الجونت ال19 اللي شكله شيك قوي، تو تون سيلفر واسود. طبعا في اوبشن انك انت تجيب العربيه ديت بجونت 20، ولكن طبعا الموضوع اوبشن يعني يتوقف على الكونفيجريشن، او انت عايز العربيه تيجي بجونت قد ايه. وعندنا المرايات هنا بتيجي بنفس لون العربيه عشان دي مش نايت باكج، ولكن صاحب العربيه عامل لها رابنج ومخليها باللون الاسود. وهنكمل تفاصيل الخط اللي موجود ده. على قد ما العربيه سليك وانسيابيه جدا من الجنب، على قد ما في خط اجريسيف قوي بادئ من اول الفانوس لحد الفانوس اللي ورا، فده مدي العربيه شكل اجريسيف قوي من الجنب. عندنا النواكل او الخطوط اللي عاده بتبقى كروم حوالين الازاز وتحته، موجوده هنا باللون الاسود. هي عاده بتنزل طبعا كروم، ولكن صاحب العربيه مغيرها للون الاسود. وطبعا شكل الاوكر شيك قوي، معموله تو تون لون ناردو جراي. لون العربيه بالمناسبه ناردو جراي او الباين جراي، لون مميز جدا وانتشر مؤخرا في العربيات. طبعا زي ما احنا شايفين بقيه فتحه الكوب معموله برضو باللون الجلوس بلاك، نفس لون القوايم والنواكل اللي احنا اتكلمنا عليها. لو هنقارن العربيه ده بصراحه بالاي كلاس والسي كلاس الكوبي، انا احترت بصراحه، لان العربيه من السايد بروفايل هي شكلها تحفه مقارنه بالاي كلاس والسي كلاس، ولكن في فيرجنز منهم بصراحه تكسب، ولكن حاسس ديت هي تكسب شويه في حته ان هي شكلها مودرن وفي نفس الوقت كلاسي، فهنحاز لديت من السايد بروفايل مقارنه بالسي والاي. دلوقتي هنتكلم على الباك بروفايل، واول تفصيله هي الفوانيس الخلفيه، وهي فولي ليد وبرده موجود فيها ويلكم لايتس. في حاجات كتير قوي في العربيه بلاك داوت، معناها ان هي كانت لونها كروم او سيلفر فاتح، وصاحب العربيه خلاها اسود، فده خلى الكونتراست ما بين اللون الناردو جراي والاسود اشيك بكتير مما كان يبقى ناردو جراي مع كروم. فعندنا مثلا السي ال اي 200 دي كانت كروم وبقت بلاك داوت. وعندنا اللوجو بتاع مرسيدس طبعا المشهور بيبقى موجود باللون الكروم، هنا بلاك داوت. عندنا التيبس بتاعه الاكزوست ديت برضو معموله باللون الجلوس بلاك، شكلها شيك قوي. امكانيات التفصيله ديت اللي بتبقى اسود في معظم الموديلات، عندنا برضو اسود هنا جلوس بلاك.
لمسه الجلوس بلاك الكتير مع الناردو جراي مديه شكل العربيه سليك وانسيابي بطريقه خرافيه، شكلها مريح جدا للعين. ده كل حاجه عن الباك بروفايل. لو هنقارنه بالسي كوبي والاي كوبي القدام، انا بصراحه بالنسبه لي برايم مرسيدس كان من 2011 لحد 2017 في حته العربيات كلها بشكل عام، حتى السي والاي والاس كان كلهم شكلهم مختلف، كل عربيه ليها دي ان ايه مختلف. بصراحه العربيه ده شكلها فيوتشرستيك او مستقبلي اكتر من العربيات القديمه، ولكن الظهر بصراحه الاي الكونفرتبل القديمه اللي هي 2017 2015 الرينج ده، اللي هي كانت الفوانيس لد وكان شكلها عامل زي الليد بارز، شكلها اشيك. ولكن العربيه ده مش مضايقاني خالص من ورا، بس هي شكلها مستقبلي اكتر ومش اجريسيف زي الاي القديمه. دلوقتي هنتكلم على واحده من اروش التفاصيل اللي موجوده في اي عربيه كوب كونفرتبل، هو انك انت بدوسه زرار هتفضل دايس على الزرار، العربيه هتبتدي تقفل السقف بتاعها. وده عشان تفصيله مهمه قوي لما نتكلم في شنطه العربيه. هي مساحه سعه التخزين لما تشوفوها هي 420 لتر، طبعا بيتاكل منها جزء يعني محترم بسبب الكفر بتاع السقف. فاحنا لما فتحنا السقف بالطريقه اللي احنا فاتحينها ديت، او لما قفلنا العربيه الجزء الكونفرتبل، هيبقى معانا سعه تخزين اكبر وهنقدر نزق الموضوع ده لورا. طبعا شايفين ده البارير اللي هو بيبقى لامم فتحه السقف، فلما بندوس كده بنقدر ان احنا نقفله تماما، ويقدر يبقى عندنا سعه التخزين اللي هي 420 لتر. وده طبعا رقم كنايه، زكي هو اللي يفهمه 420، فمساحه تخزين كويسه قوي بالنسبه للعربيه كوب. دلوقتي هنتكلم على الانتيريور بتاع العربيه، وهي من اميز النقط طبعا بتاعت مرسيدس. بصراحه مرسيدس دايما لما بتكسب المنافسه جزء كبير قوي بتكون بتكسب عشان الانتيريور بتاعها. فالعربيه ده احلى حاجه فيها انك انت كانك جبت سي كلاس واي كلاس حطيتهم في الخلاط طلعوا لنا العربيه ده. عندنا اول حاجه مثلا هو الكرسي اللي موجود، كرسي سبورتي قوي وليه سبورت من الجناب، جلد اسمه ارتيكو. فالكرسي طبعا مريح جدا وفخم جدا، وفي نفس الوقت الهيد ريست كويس جدا وسوفت، وفي فنتليشن برضو. الكرسي فيه تهويه بيطلع لك شويه هواء من الفتحه اللي احنا شايفينها ورايا ده بالظبط. والكرسي فيه تبريد وكراسي ميموري طبعا وكهرباء. اما تاني تفصيله وهي برضو من الاشهر عند مرسيدس، وهي الستيرنج ويل، ودي اجدد. يمكن احنا كنا عملنا الستيرنج ويل الاقدم على السي ال اي 200 اي ام جي لو تفتكروا اول فيديو على الشانل، كانت الستيرنج ويل كانت مختلفه شويه. دي بصراحه اشيك، هم سنه عن سنه او كل فيس ليفت بيطوروا الستيرنج ويل، بيبقى شكلها احلى من السنه اللي قبليها، فيها كل التحكمات كالعاده. طبعا مش محتاجين نضيع وقت في شرح التحكمات قد ان الجزء الشمال متحكم اكتر في الديجيتال ديسبلاي اللي هو العدادات الديجيتال، وتاني الجزء اللي على اليمين متحكم اكتر في الانفوتينمنت سيستم اللي هو MBUX. وتاني جزئيه وهو الخشب اللي موجود بغزاره، والخشب ده جاي من الاي كلاس طبعا. وعندنا السكرين الكبيره قوي اللي في النص دي موجوده برضو تفصيله من السي كلاس، فتلاقي حاجات متاخده من هنا على هنا. نفس الوقت فتحات التكييف اللي هي عامله زي الترباين شكلها حلو قوي وشكلها شيك، يعني دي برضو مرسيدس مشهوره بيها. وزي ما اتكلمنا على السكرين اللي فيها الانفوتينمنت سيستم هو MBUX كالعاده، هو بتاع مرسيدس مشهور جدا. الشاشه الديجيتال ديسبلاي اللي قدامنا بتاع العدادات هو 12.3 انش، والسكرين بتاعت الانفوتينمنت سيستم هي 11.9 انش. بصراحه ريسبونسيف قوي، الايكونز كبيره وريزوليوشن كويس، يعني بتقدر تمانوفر بسهوله جدا، يمكن احسن بكتير. MBUX هو نفس السيستم، ولكن كل موديل او كل ما العربيه بتعلى تقريبا بيديفلوب السوفت وير اكتر، فبيبقى شكله احسن ومريح اكتر، ومانوفرابيلتي او استعمالك بيبقى اسهل بكتير. عندنا الستارت ستوب بوتن، هي طبعا العربيه ده ستارت ستوب انجن، فعندنا الزرار موجود هنا منتهى الشياكه، موجود بيانو بلاك زي ما ترى فيها بيانو بلاك، تفاصيل بيانو بلاك، وموجود هنا في الكونسول تحت التحكمات الانتظار، وانك انت تقدر انك انت تفليب الشاشه او تقربها عشان انعكاسات الشمس. زي ما قلنا عربيه كونفرتبل فبيدخل لها شمس قويه جدا، فبتقدر انك انت تحرك الشاشه لقدام او لورا على حسب انعكاسات الشمس. وعندنا برضو الباركينج سنسورز موجوده، كل التحكمات ديت موجوده بزراير تحت السكرين. وعندنا بقيه التابلو هو بيانو بلاك شكله شيك جدا. عندنا مخدع الطري برضو جلد، وفي مساحات تخزين موجوده برضو، كل حاجه نفس العربيات المرسيدس مفيش حاجه مختلفه. ده برضو مساحه تخزين اللي قدام الباسنجر سيت. امبيانت لايت 64 لون، دي برضو كليشيز من مرسيدس على طول موجوده. ستيتشز باللون الابيض موجوده خفيفه قوي مريحه قوي للعين، مش مبالغ فيها، وموجود منها برضو قدامك على التابلو قدام الباسنجر سيت. كل دي تفاصيل مديه العربيه لمسه حلوه قوي. والخشب ده بصراحه شيك قوي يا جماعه، يعني بصراحه
واخد من الاي كلاس، والاي كلاس بيبدعوا في حته الخشب اللي هم بيستعملوه. وهنكمل الكلام اكتر على الباب. احنا ما اتكلمناش على الساوند سيستم وهو الاشهر صحيح قبل الباب، وهو ان في 9 سماعات بيرمستر. بيرمستر ده هو اعلى تقريبا ساوند سيستم موجود في مرسيدس زي الهارمان في بي ام دبليو، بيقدروا يستعملوه حتى في الاس كلاس. يعني دايما هتلاقي بيرمستر موجود في اس كلاس، موجود في التريمز العاليه من السي زي السي 300 وحاجات عاليه من السي والاي وكلاسز كتير. فبيرمستر طبعا ساوند سيستم خرافي وهايل جدا. الصوت بيبقى بيور، و9 سماعات. عربيه نوعا ما صغيره من جوه لكنها عريضه وطويله من بره. وعندنا برضو التحكمات اللي موجوده اللي عند الاوكرا كلها معموله باللون البيانو بلاك او جلوس بلاك لامع، شكله تحفه، شكله خطير جدا. وهو طالع تحسه طالع عن الباب اللي هو معمول من الجلد، وطبعا تحسه تو تون، عندك لون احمر وعندك لون اسود، وكلهم سوفت تاتش وتقدر تريح ايدك عليهم بكل سهوله، وفي مسند للكوع. والحته بتاعت تحكمات الباب او انك تفتح الازاز والشباك دي طايره لوحدها، معموله باللون السيلفر. والبيلد كواليتي بتاعتها رغم ان هي طايره هي ما بتزيقش وماسكه نفسها، فبصراحه بيلد كواليتي خطيره. وجنب الباب الستورج اللي موجوده يعني تقدر تشيل ازازه ميه صغيره ولكنها مش متبطنه. وعندنا مساحه تخزين اضافيه جوه التابلو اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو باللون الجلوس بلاك، فبتقدر تفتح وتحت الانفوتينمنت سيستم سكرين على طول. وعندنا فتحتين يو اس بي تايب سي، فدي لقطه لذيذه جدا، خلاص العالم كله بقى رايح ناحيه التايب سي. وعندنا برضو الانوار اللي موجوده في فتحه السقف، دي لقطه بصراحه لذيذه جدا، لان انت لو حابب تستعمل الكنبه انك انت تحط فيها بني ادمين، موجود برضو النور شكله شيك قوي جوه فتحه السقف. وعندنا برضو الانوار اللي نقدر نفتحها هنا، يعني خفيفه بصراحه. يعني عاده مرسيدس بتبهرني في الحته ده، ولكن هنا الموضوع مينيماليستيك او قليل قوي في تفاصيله. الانوار هاديه جدا وصغيره جدا، فدي كانت كل حاجه. الانتيريور بصراحه يعني مريح جدا للعين. كل الماتيريال سوليد، عندنا هيد اب ديسبلاي برضو، كل الماتيريال سوليد، وتقدر انك انت يعني الحاجات اللي المفروض تبقى ناشفه والحاجات اللي المفروض تبقى طريه وجلد عشان تبقى مريحه فعليا. وستيرنج ويل ملمسه برضو تحسه يعني طري شويه وفي نفس الوقت تحسه فخم. فكل الحاجات ده خليها العربيه كانتيرير تكسب اي منافسه من وجهه نظري. دلوقتي اتكلم على الكنبه اللي ورا. بصراحه يعني انا خايف ان انا مش هقدر اكفي في الكنبه اللي ورا، المساحه ضيقه جدا، بس هم بصراحه يعني متوصيين بالكنبه اللي ورا. عندك كاب هولدرز، نفس الامبيانت لايت اللي موجود قدام موجود ورا، وعندك برضو سماعات بيرمستر موجوده برضو ورا. فورا كانك قاعد قدام بالظبط، نفس الجلد اللي مستعملينه في الكرسي اللي قدام هو اللي ورا. الكراسي فيها نفس التضليعات، فكتفاصيل كليه ورا. طبعا القعده يعني مريحه للاطفال، مش حاسس ان بصراحه حد فوق سن ال 12 مثلا يقدر يقعد ورا مستريح، او حتى 11 سنه. فكاوفرول ورا بصراحه مساحه لذيذه جدا، وتجربه الكونفرتبل وانت قاعد ورا برضو بتبقى مختلفه تماما. وبرضو اميز ما في العربيه ان انت بتقدر تتحكم في كل الشبابيك منفصله. بما اننا كنا بنتكلم على الكنبه اللي ورا، فانا اقدر افتح الشباك بس للكنبه اللي ورا، فكأن العربيه 4 دورز مثلا. فبقدر افتح الجزء اللي هي الشراعه، نسبيا بتقل شراعه في معظم العربيات، او الجزء الاخير قوي الزياده اللي بيبقى ورا، واقدر اقفله. فدي تفصيله لذيذه قوي بتخلي العربيه تقدر تستعملها بكل عمليه، مش محتاج تفتح كل الازاز عشان لو حد قاعد ورا في الكنبه. دلوقتي تجربه القياده الامتع للعربيه كوب وكونفرتبل، بصراحه تجربه مختلفه تماما. عندك كل الاوبشنز. اول حاجه عندك يعني زي اير ديفليكتور كده، تقدر انك انت تدوس عليه، بيبقى بيطلع اكستنشن من الجزء اللي فوق ده عشان الهواء ما يبقاش مزعج، ويساعد في موضوع انك انت ما تبقاش حاسس بصوت الهواء العالي قوي. فبصراحه دي تفصيله لذيذه قوي. طبعا سواقه العربيه ممتعه لأبعد الحدود، انت حاسس بالهواء. عربيه برعايه يعني انطونيو مونتانا كده، تحس انك انت بقيت فجأة في فلوريدا. فبصراحه تجربتها لذيذه قوي. كوب ليها متعه خاصه برضو في السواقه، بتحس انها عربيه صيف بحت. طبعا يمكن عيبها الوحيد واللي الناس دايما بتبقى خايفه منه، وهو السوفت كفر اللي بيبقى موجود فوق، ان هو بيتبهدل بقى من المطره ومن التراب، وغسله ما بيبقى سهل، ولو بقع او لو جه عليه حاجه بيبقى الموضوع مش ألذ حاجه. دلوقتي احنا بنجرب العربيه في ملف، واحنا لسه فاتحين الشباك، فاتحين السقف. العربيه بصراحه يعني سموث جدا، الستيرنج ويل حلو قوي. انت حاسس برضو بطول العربيه شويه، وشايف التضليعات من عندي، التضليعات بتاعه الكبوت اللي احنا اتكلمنا عليها. شكل العربيه اجريسيف بطريقه رهيبه. في نفس الوقت في شبكه مرفوعه ورا بحيث برضو موضوع الهواء،
فكتجربه ككل احنا طبعا دلوقتي هنطلع زي طلعه تانية نص دايره، تشوف برضو العربيه في الكيرفز بتبقى عامله ايه والهاندلنج بتاعها بيبقى عامل ازاي. احنا يمكن عدينا من تحت كوبري، فدلوقتي هنشوفها اكتر وهنجرب ندوس بيها على سرعه عاليه. احنا دلوقتي مثلا ماشيين على 60 او 70، هنجرب لو عدينا ال100 والسقف مفتوح هنشوف تاثير الصوت. طبعا انا مستوعب هيبقى فيه تاثير صوت كبير حتى احنا فاتحين الاير ديفليكتور اللي موجود فوق، ولكن ستيل برضه هيبقى فيه صوت حاسه هيبقى مزعج شويه. وبرضه هنتست العربيه والسقف مقفول بحيث ان احنا نشوف عزل الصوت عامل ازاي، لان ده بيبقى واحده من تخوفات الناس. البيبان الفريملس مع السوفت توب بيبقى عزل العربيه مش احسن حاجه. فدلوقتي هنجرب ندوس، احنا ماشيين على 60. العربيه طبعا صوتها لذيذ جدا، معدين ال100. العربيه انلاين 4، دلوقتي بقينا 120. الصوت بقى مزعج نسبيا بصراحه، يعني بقينا 120. العربيه فيها اي كيو بوست اللي هو بيزودك 23 هورس باور وبيزود البوش بتاعتك الاولانيه، فالعربيه ممكن كتوتال معديه ال 220 هورس باور، بس الاي كيو بوست ده بيجت انجيج في اوقات معينه او بيشتغل في اوقات معينه. دلوقتي هنغير من سكرين المود، هنخليها تبقى سبورت. هنشوف برضو السبورت قبل ما نقفل السقف. احنا هنجرب دوسه سريعه كده بالسبورت نشوف العربيه ايه الدنيا واحنا فاتحين السقف، وبعد كده هنقفل السقف ونجرب تجربه القياده برضو والسقف مقفول. اوف، عندنا برضو بادل شيفترز شكلهم لذيذ قوي. احنا عدينا ال100، العربيه بتجيب من 0 ل 100 في 7 ثواني ونص يعتبر. دلوقتي جايبين ال130 140. بصراحه عزل العربيه مش احسن حاجه اكيد والسقف مفتوح فده طبيعي. دلوقتي هنجرب واحنا قافلين السقف. دلوقتي احنا قفلنا السقف تماما، فدلوقتي العربيه على سبورت مود. هنبتدي ندوس شويه اكتر. الصوت حلو قوي، يمكن انا بصراحه عاجبني صوتها رغم ان تحس ان ده مش صوتها بجد. يعني العربيه انلاين 4 وفي نفس الوقت يعني مش اشهر حاجه فيها ان هي برفورمانس. العربيه لكجري، خصوصا ان ده يعتبر اول كاتيجوري بينزل مصر اللي هو السي ال اي ال 200. بعد كده عندنا ال 300، والعربيه نزل منها 53 بس، ما نزلش لسه ال 63 اللي هو الفي 8 المشهور بتاع مرسيدس. فاشهر حاجه موجوده بره هو ال 53. فالعربيه بشكل عام هي معموله كلكجري كوب، انك انت بس تبقى اكتر الموضوع مايل للراحه. طبعا غير ال 53 دي ترو اي ام جي، فموديل فعلا معمول لبيور برفورمانس، هتقدر تستمتع بصوت العربيه وهتبقى برفورمانس كار فعلا. لكن ال 200 وال 300 هم مايلين اكتر للراحه واللكجري. طبعا عربيات معديه ال 200 هورس باور، ولكن برضو مش اجمد برفورمانس في الدنيا. دلوقتي هنجرب نعمل لونش كنترول وهنتكلم على الكومبيتيشن ونقول اختار مين على السي ال اي والعكس. فيلا بينا نبدا اللونش كنترول. دلوقتي قفلنا التراكشن وجبنا العربيه على السبورت مود، برضو نأكد الموضوع ده ويلا بينا. اوف، جبنا 100. العربيه بصراحه حلوه، البوش بتاعتها قويه، يمكن 200 حصان بس نينجا يعني. لا العربيه حلوه بصراحه ككوب، بصراحه لذيذه قوي فيها يعني ميكس البرفورمانس مع الاليجنس مع كل حاجه، مريحه بصراحه كاوبشن حلو قوي. لو هنتكلم كانتيرير هي تكسب الكومبيتيشن. خلينا نقول مين الكومبيتيشن بتاعها، هي ال 420. عشان كده كنت بقول لكم على شنطه العربيه ان هي 420 لتر، فكنايه يعني ان دايما 420 وراها، بس طبعا ده هزار يعني. عندنا 420 اكستيرير بصراحه تكسب 420، انتيرير سي ال اي تكسب. وعندنا الاي 5 برضو في الاكستيرير يا جماعه. الاي 5 الكوب سحبتها وشكلها الاودي شكلها تحفه برضو. يعني هحتار بصراحه في موضوع الاكستيرير ده، ولكن انتيرير مرسيدس تكسب بمراحل. برفورمانس على الورق مرسيدس تكسب، ولكن تجربه البي ام 420 مختلفه شويتين. بتحس ان الموضوع اكتف اكتر، الهورس باور فعلا موجود. فدي كانت كل حاجه. انا رايي في العربيه ان هي انتيرير اميز حاجه طبعا، ان هي ميكس ما بين السي والاي زي ما قلنا، فانت بتاخد حاجه تحفه، بلس شكل الكوب من بره خرافي. فده رايي في العربيه ككل. انتوا كنتوا معانا في ريف لاين وانا محمد الزيات، ودي اكيد مش اخر عربيه. قولوا لنا في الكومنتس رايكم في الفيديو ده اولا، وثانيا لو في عربيه نفسكم نجيبها نعمل عليها ريفيو قولوا لنا برضو في الكومنتس. سلام.